شايفاك متضايق جدا جدا. لا خالص انا فرحان جدا. مع كده عندنا كام سؤال. اتفضل. بما ان الكلاينت احيانا بيزن على الشغل عايز يخلص بدري، بتوجه له كلمه وتقول له ايه؟ لا بص، انا اي كلاينت لما بيجي بيتعامل معايا انا عندي رولز، يعني شوفي بحط الرولز بتاعتي. لو انت جاي ومستعجل على الشغل بتاعك يبقى مكانك مش عندي خالص. انا بدي وقتي كويس جدا بحيث ان انا بحضر شغلي وبديك الوقت ان انا اقدر اسلمك الشغل، عشان الكلاينت دايما ما بيبقاش راضي لو ضغطك. فانا ما بقول له انا باخد الوقت بتاعي عشان اقدر اسلمك الشغل عشان تكون مبسوط. عجبك انا تحت امرك، ما عجبكش برضه تحت امرك، بس مش هنعرف نشتغل مع بعض. طب كيف تتعامل مع اختلاف وجهات النظر، خاصه انه حضرتك بيكون في عندك نظره فنيه مختلفه جدا عن العميل؟ وانا صغير المشكله بتاعتي غير دلوقتي خالص. وانا صغير كنت بحاول اقنع العميل وبعمل مجهود خرافي عشان اقنع العميل باللي انا عايزه وجهه نظرتي الفنيه. دلوقتي لا، بشوف العميل عايز ايه واعمل له اللي هو عايزه، وبعد ما اعمل له اللي هو عايزه يكون مبسوط بديله بقى نظرتي الفنيه في حاجه تانية. عجبته خلاص خد البروتكت ده وخد الفيديو ده، ما عجبتوش خلاص. رد تعالي كيف تتعامل معه؟ هو ده الطبيعي. دايما اول ما حد يقول لي كده اقول له ايه، مثلا لو هو دكتور لو مهندس اقول له حضرتك البادجت بتاعتك انت كام، الفيزيتا بتاعتك كام، هيقول لي ب10 قروش. هقول له ما هي برضو عاليه عند ناس تانية. انا راجل مقدر شغلي جدا ومقدر نفسي، انت جاي لي على البادجت بتاعتي، عجبك البادجت بتاعتي اهلا وسهلا، ما عجبتكش في ناس كتيره جدا ممكن يكونوا البادجت بتاعها مناسب ليك فتتفضل. ممكن حد تاني يعمل البادجت بتاعتك، ممكن حد تاني يعمل الشغل ده ببادجت اقل، بس انا للاسف لا. طب الكلاينت اللي بيضل بيقول لك تعديلات، الديزاين ده لا، درجه اللون دي لا، تتعامل معاه ازاي؟ هقول لك حاجه بقى على الموضوع ده. انا ممكن اعدل مع الكلاينت 1000 مره، انا لازم اكون مبسوط عن الشغل. ولكن الكلاينت لو بيعدل وخلاص بدون اي حاجه انا بقول له لا، انا بعدل لك مره، بعدل لك 2، اي حاجه تانية هعملها لك بفلوس. ولكن لو انا فعلا بشوف ان تعديلاته منطقيه ممكن اعدل وممكن اهدي الشغل خالص واعمل شغل تاني من اول وجديد. المهم ان الكلاينت يكون مبسوط وانا اكون راضي عن الشغل بتاعي. طب من وجهه نظر حضرتك الكلاينت بشكل عام محتاج ايه؟ الكلاينت اهم حاجه انك تعرف تهندله، تعرف دماغه عايزه ايه وتروح له على الحته اللي هو عايزها. ما نروحش نبيع للكلاينت حاجه هو مش عايزها. يعني باختصار شديد، لو الكلاينت عايز يبيع بيع مباشر خلاص يبقى انا اشتغل له على افكار تبيع له البيع المباشر تحقق له ROI. لو الكلاينت عايز اويرنس اعمل له افكار تحقق له الاويرنس بتاعه. ما ينفعش ان انا ابيع للكلاينت حاجه هو مش محتاجها. يعني هو مش محتاج اويرنس ابيع له اويرنس، مش محتاج ROI ابيع له ROI. الكلاينت محتاج يتهندل زي ما هو عايز وزي ما هو محتاج بالظبط. Thank you so much.